المغرب ما زالت مستمرة، لأن الناس دي شغالة بشكل مرتب ومنظم. مفيش يا جماعة محاباة، مفيش أهلي، مفيش فريق فوق الجميع. تعالى بقى سلسلة هزائم على كل المستويات. منتخب مصر تحت 20 سنة بيخسر منتخب شباب المغرب 2-1. منتخب المغرب بيهزم منتخبك الأولمبي من عدة أشهر 6-0. منتخب المغرب بيهزم منتخب مصر في الكرة الشاطئية 4-3. منتخب المغرب تحت 17 بيهزم منتخب الناشئين آخر مباراة 5-1. منظومة مبنية على فريق واحد فقط. أصبحت المنتخبات مجرد إن هي إعداد لفريق الأهلي كلاعبين بقى، وأصبحت كمان كمدربين. بيتم أخذ الخبرة. يعني إسلام الشاطر رايح ياخد خبرة من المنتخبات للتأهيل بعد كده للمنتخب، وليس العكس. إسلام الشاطر كل مؤهلاته تنمر وحديث لا ينتهي على القلعة البيضاء في قناة النادي الأهلي لهذا استقرارها. هو ده كل السي في بتاع إسلام الشاطر. طيب إيه هو السي في بقى بتاعه كمدرب؟ هو درب فين قبل كده؟ هات لي نادي درجة